بس صغيره. معقوله يا نجمه؟ يعني انت دلوقتي حضرتك يعني لا عندك لا ابن ولا بنت ولا زوج، يعني وحيده، يعتبر وحيده. كلنا معاكي، كلنا اه، اخواتك وجمهورك بيعشقك، بس انا كل بتكلم والناس في حته حبايبي وكل الطبيعه الناس بقى. تحبني. معقوله انت حضرتك مش ندمانه ان انت ما خلفتيش ولا ما عندك لا ولد لا ولا لا بنت؟ لا 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 ازاي؟ لا، لاني انا ما عنديش ما يكفيني ان انا اطلعهم على مستوى عالي جدا. النجمه وانا نجوى فؤاد اللي كانت سوبر ستار جيلها، واللي كانت احنا اللي خدنا ملاليم، دلوقتي بياخدوا الملايين. بس الملالين دي كانت بقيمه الملايين لا دلوقتي. لا لا، كان عندنا برضو مصروفات، وكان عندنا بيوت بنصرف عليها وعلى نفسنا، والفنان دايما لازم يبقى في صورة فيها إبهار صح صح. وعربية وبيت وعزايم وده وده وده. فما كانش يا دوبك على قد، والضرايب وده وده، كان يا دوب على قد الحياة. طب اشمعنى انت يعني دلوقتي في حضرتك؟ سنة سنتين بلاقي عاملين 30 مشروع جنب الشغل. مظبوط، لان الزمن بيختلف اه، والفلوس بقت تمام. طيب. طب انا بتكلم في نقطه، يعني مين كان جيلك؟ ناس كتير جدا، معظم جيلك كان كده ما بيخلفوش يعني الفنان رشدي اباظه لا عنده ولد ولا عنده بنت.